السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نجيب لكم طريقة تنزيل الروت والابتويد هذا وبرنامج تصوير الشاشة. احط لكم الرابط اسفل الفيديو، رابط الروت. نروح اولا انا راح احط على مصفح. احط لكم الرابط اسفل الفيديو. ننتظر على ما يخلص تحميل الرابط. زي ما تشوفوا نزلته من قبل، تكبس على تنزيل. بعد ما ننزل الابتويد رايح ننزل الكينج روت، الروت. اكتب كينج روت. طيب بنكبس على الرابط الأول إن شاء الله. ننتظر على ما ينتهي التحميل. هياتهم بعد ما يشتغل الرابط تعمل له تنزيل إن شاء الله. أحط لكم الرابط أسفل الفيديو. أنا نزلته من قبل. قبل ما تعرفوا انه انا منزله راح اشرح لكم كيف. انتوا لما تفوتوا على علامة التاج هاي راح تفوتوا، بس هي هاي نفس الاشي يعني، بس عشان هاي سجلت فيه راح يطلع نفس ما يطلع هون. اول ما يطلع معكم على الهاي بعد ما تفوتوا بيطلع لكم زي هيك. تكبس هيك تطلع كمان مرة هيك، بيطلع لك زي هيك. تحط له على الزرقاء هاي نيو. بعد ما تكبس عليها تعمل له تثبيت لهاي. هيك بنكون نزلنا الروت والابتويد. بعدين هسه تنزيل البرنامج تصوير الشاشة اللي هو هذا اللي انا بصور فيه حاليا. طبعا هو من احسن يعني ممتاز جدا. فوت على الابتويد. بنكبس على البحث، تكتب موب. بعد ما تكتب موب تكبس على الأولى هاي موبيزيوم، مش عارف أنا أحكيها طبعا. لو أنت نوع تليفونك هواوي، أي نوع من كان النوع إلا السامسونج نزل هذا. أما السامسونج تنزل تحت تلقى هذا مكتوب تحتيه سامسونج. أنا عشان تلفون هواوي بتنزل هذا. أنت تلفونك سامسونج أو أي نوع تختار. إذا سامسونج تختار هذا، أي نوع هذا. أنا طبعا نزلته. بعدين تكبس على هاي الموبيزيوم هاي، تطلع لك يعني صفحة بتكبس على الحمراء. بعدين تكبس هيك 3 مرات يعني. بعدين تطلع لك هاي. بعد ما تطلع لك هاي بتختار عادي، بتصير تصور زي ما أنا بصور. هيك بنكون خلصنا. بس ادعمونا بمشاهداتكم واشتراكاتكم، وانشر هذا الفيديو إن أردت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.